السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالي. جبت لكم اليوم طريقة صنع الغرس في المنزل بطريقة سهلة وجد بسيطة. هنا نقيت كامل العظم، نحيتهم من التمر ديالي وحطيتهم في جفنة ولا في باسينة ولا في ريسيبيون. المهم كما راكم تشوفوا هنايا التمر ديالي راهو معسل. اما بالنسبه لهاد الاعواد تاع التمر والحبه تاع التمر، العظمه تاع التمر، انا ما نرميهمش، نسحقهم للاستعمال. بعد ما نقيته كامل نحطه في كسكاسي يتفور. بعد ما فورته وتفور لي مليح حطيته انا في جفنه. من بعد نضيف له مغرفه كبيره تاع الزبده ونحركه من المغرف تاع الحطب مليح حتى هذاك التمر ديالي نحسه بدا يبرد. من بعد نعجنه في يديا، وفي نفس الوقت راني دايره الجلجان ابتيفو يتحمص لي. نحمصوه شويه مليح يحمر لنا شويه زياده ونضيفوه للتمر ديالنا او الغرس ديالنا. نضيفو كميه الاولى ونشوفو كي نعجنو بيدينا نشوفو الا تخص الكميه ولا لا. نضيف له كذلك القرفه اللي تعطي بنه في الغرس ديالنا ويشد اطول مده. نزيد له كميه تاع مزهر، حوالي نص مغرفه صغيره تاع المزهر، ونعجن بيدي مليح مليح حتى نشوف الخليط ديالي تجانس مليح. والبنات اللي ما حبتش يلصق في يدها تدهن يديها بالزيت. انا هنا درت بليغون نعجن مليح كيما قلت لكم حتى نشوف الخليط ديالي يتجانس. من بعد ما يتخلط لي مليح مليح نغطيه ونخليه يرتاح شويه حتى يشرب لي كامل هذاك التمر ويشد روحه مليح، باسكو هنا مازالو شويه سخون. من بعد خليته ليله كامله يبات يشرب مليح. نعاود نعجنو دوزيام فوا ونديرو في باطان كون دهنتها ديجا بالزيت. ومن الاحسن نحتفظوا عفوا به في الثلاجه. وهنا اللي حبيت تعاود له بالبغاء غير حاجه خفيفه من الفوق هكذايا باش هذوك القشور يترحاو تاع التمر ديالنا اللي قعدوا من الفوق. وكما قلت لكم انا كنت دهنت الباطه ديالي بالزيت. وهنا البنات حطيته في الباطه ديالي بعد ما خليته يبات ليله كامله ودرته في العلبه. وهذه هي النتيجه النهائيه. شوفوا لي شحال جا هايل والطري ما شاء الله. نقول لكم هنا شهيدكم بالجنه ان شاء الله، واللي جربتها تكتب لي في الكومنتات. سلام.